احنا كدكاترة اكتر عيان بيصعب علينا وبرضه بيضايقنا هو العيان المتشائم، اللي هو كل ما تقول له تشخيص يقول لك انا هموت يا دكتور، دي نهاية العالم، المرض ده معمول عشان يموتنا كلنا، يقللوا بينا عدد السكان. حتى يعني لو انت شخصته دور برد بسيط كأنك بالظبط قلت له ان انت عندك سرطان هيموتك بعد 3 شهور، هو نفس الخوف ونفس الرعب ونفس الريبة. مع ان العامل النفسي ده مهم جدا، ان المريض يكون نفسيته مرتاحة وواثق في ربنا وواثق في العلاج اللي هو بياخده انه هيخليه احسن. لكن مثلا لما تيجي تقول له ان انت عندك حصوة على الكلى وان دي ممكن تنزل لوحدها او تتشال لان الطب اتقدم، يقول لك ايه الطب اتقدم يا دكتور؟ تقول له الطب اتقدم، ما تقدمش لخطيبتك يعني ولا تقدم لحد من معارفك وانت متضايق. الطب يعني بقى فيه مناظير، بقى فيه تفتيت، بقى ممكن ناخد بعض الادويه اللي تنزل الحصوه بسرعه. ما تفضلش طول الوقت خايف كده، خليك عارف ان الثقه بالله وان الثقه ان انت هتخف والامور ان شاء الله هتعدي. لكن الرعب اللي انت بتعمله لنفسك وان انت تقعد تدور على جوجل اصعب الامراض واصعب الاعراض دي هتجيبك لورا مش هتطلعك لقدام.